بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد من فقرة بالصوت والصورة على قناتي المتواضعة، موسوعة الدكتور يوسف الأنصاري أو موسوعة ابن رضوان الأنصاري. وفي هذا اللقاء رسالة مختصرة ورسالة هامة لي أولا ولحضراتكم من باب التذكير عن دروس مستفادة من حياة أو رحلة أحد الدعاة السعوديين وداعية سعودي توفي يوم الجمعة وتم دفنه بالبقيع والصلاة عليه بالمسجد النبوي ودفن بالبقيع. أسأل الله العلي العظيم أن يحسن ختامنا ويميتنا على الإسلام وعلى الحق ويجبر بخاطرنا جميعا في هذه الأيام. ده شيخ سعودي اسمه الشيخ عبد الله بن نعمة، في حياته بعض الدروس الهامة، عشان كده حبيت أنقلها لحضراتكم باختصار شديد من خواطري أنا حول القصة. طبعا الشيخ عبد الله باختصار هو داعية سعودي اشتهر انه تغلب على اعاقته، شيخ معاق او من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان لحد 17 سنة شاب عادي ما فيهوش اي مشكلة، ولكنه بعد السن ده اصيب باعاقة. راح المسبح مع اصحابه او حمام السباحة وقفز قفزة خاطئة، فالقفزة الخاطئة أدت إلى كسر رقبته، ولهذه الحادثة قصة من الدروس أيضا. وتمت إعاقته وعمل أكثر من عمليات جراحية، منها المطولة ومنها القصيرة. المهم لم يستسلم، ولكنه أخذ يعطي الدروس في المساجد وينشر العلم وينشر الفقه وينشر السير للناس وينشر كل ما هو نافع في دين الله عز وجل. ففي قصته بعض العبر، لأن احنا لما عايزين نعرف سبب كسر رقبته أو إيه اللي حصل، زي ما هو ذكر بناء على ما رأيته تكرر في كل وسائل الإعلام المعتمدة، إنه هو كان مدخن وأبوه شاف معاه الولاعة، فلما سأله قال له ده صاحبي نسيها معاي. فالمهم بيذكر الشيخ عبد الله إن هو رفع صوته على والده، فلما رفع صوته على والده أبوه دعا عليه قال له إن كنت تدخن إن شاء الله ربنا يكسر رقبتك. فتاني يوم راح مع أصحابه السباحة من وراء أهله ونزل وقفز قفزة خاطئة أدت إلى شلل رباعي عنده في جميع أجزاء الجسم، ولكنه أخذ يصبر ويزور المرضى ويوصل العلم للناس ويشرح. فمن أهم الدروس المستفادة في القصة باختصار، أول حاجة أتمنى إن الآباء والأمهات ما يدعوش على أبنائهم أبدا مهما حصل، ادعي له بالهداية، ادعي له بالهداية. تمام؟ ديكم شايفين اهو اللي حصل. تاني رسالة وتاني حاجة مهمة عاوز حضراتكم تعرفوها، الصبر على الابتلاء مهما كان. الصبر على الابتلاء. تخيل الشيخ عبد الله بيقول أو بيصرح إنه هو لازم الإنسان عشان يرتاح ما ينظرش للأعلى منه، لكن ينظر إلى المبتلى زيه، ينظر إلى المريض زيه، فهيلاقي نفسه هو في أحسن حال. تخيل مع اللي هو ما بيتحركش غير تقريبا رأسه ولا يستطيع تقليب أوراق المصحف. يعني تخيل أنت تكون في وضع كده لا تستطيع أن تقلب الكتاب أمامك ونفسك تقرأ قرآن ومش قادر تعمل ده. تمام؟ تخيل حجم الألم في ذلك الأمر. ومع ذلك كان يروح يزور المرضى، يقول لك أنا كنت أرجع كأني ما فيش عندي حاجة. تخيل علو الهمة لما يكون هو كمان بهذه المواصفات وبهذه الابتلاءات التي ألمت به، ولكن تجده أيضا ينشر العلم،
بما يستطيع أو بالطريقة التي يستطيع بها. فده إن دل على شيء فيدل على علو همة هذا الرجل. تمام. فطبعا هو كان مستمر عقده 30 سنة، وتم الصلاة عليه في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكمان دفن بالبقيع. فأسأل الله العلي العظيم أن يبصرنا بالدروس المستفادة باختصار حتى ننفذ الخير ونحصل أو ننشر النفع بإذن الله تعالى، ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وما كان به من خطأ فمني ومن الشيطان، وأرجو بإذن الله أن ننتهج الأمر الصواب. دي كانت بعض الدروس وبعض النقاط المهمة اللي احنا لازم نستفيد منها من قصة أو من محطات رحلة حياة الشيخ عبد الله با نعمة رحمه الله عز وجل. تحياتي لحضراتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بالتعليقات لو عجبك الفيديو، وبالإعجاب أيضا عشان تصل الرسالة إلى أكثر عدد من الناس. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.